دلوقتي سيادتك لما لا مؤاخذه لما مثلا الزراعه او المخابرات تحدد لنا لا مؤاخذه تطليع السمك من الساعه 7 للساعه 12، طب ده يرضي مين؟ ده يرضي مين يعني سيادتك؟ المفروض احنا كنا زمان زي ما احنا كنا وزي ما كنا الناس كلها عارفه لا مؤاخذه ان احنا لا مؤاخذه بنيجي لا مؤاخذه وبنطلع السمك، بس ما بنطلعوش اخر النهار، لان لا مؤاخذه تاجر السويس من حقه ناخد لا مؤاخذه من السمك بتاعه. بس على اساس لا مؤاخذه الوضع اللي احنا ماشيين بيه عرض وطلب. والله اللي عايز يتكلم يقول لي الحاجه لما بتبقى غاليه لما يبقى السمك قليل. ما انت صاحب مركب؟ ايوه سيادتك احنا المركب بيوقف علينا بالتموينه في الجرم 40000 جنيه. يوم ما بيجيب الجرم عندنا كام؟ 60 70000 جنيه. في 13 اسره غير صاحبها. يعني لا مؤاخذه لو حددت لا مؤاخذه ثمن السمك دوت ده تسعيره مش هيجيب، رخصوا لنا لا مؤاخذه الجاز. طب انا عايز حد يحدد لي المشكله بتاعت هنا ايه؟ احنا عرفنا المشاكل. هي المشكله بتاعت بره. عايزين حد من صحاب المراكب. هي المشكله اللي هو بيتكلم فيها ان المراكب دي اللي بتخش اخنار اللي هو بيقول عليها أيوة بتطلع كلها مصر سوق العبور. اصبح ان النهارده مفيش حصه للسويس. النهارده شعب السويس ده ياكل ايه؟ النهارده يبقى مثلا 5 6 مراكب طلعها خنار وفي مركبين 3 الصبح، مركبين 3 هيقضوا البياعين دي كلها هو اللي بيحصل عليهم وهينزلوا السويس وهيحصل مشاكل. هو اللي بيحصل عليهم الحوارات واخد بالك والمشاكل اللي بتحصل عليهم. فالرئيس بيتكلم عن كده النقطه دي هو في ايديهم هم ان هو يخش الصبح زيه يخش الصبح برضه بما يرضي الله. لا مش كله. لا لا مش هم يعني عندك بحريه مثلا ب 800 جنيه يجي تاجر يقول لك انا هاخد 700 جنيه عافيه؟ مش عافيه. ياخد السويس من حقه، ياخد من حق تاجر السويس انه ياخد سمكه بس بما يرضي الله برضه. في وكيل المفروض تجار محترمه قوي، المفروض تجار بتيجي تبلطج صح ولا لا الكلام؟ في وكيل بيعلي السمك يخليه طب بتشوفش بقى ابو 300 اللي بقول دلوقتي اللي بقول ايه عشان بقول له في تاجر غلبان، اللي بقول له في تاجر غلبان ما بيعرفش ياخد سمكه، وفي تاجر بيجي يبلطج على الكل، على التاجر الغلبان وعلى كل. هو دلوقتي بيقول لك يا اما يرفع السعر يا اما يوديه على مصر. الكلام ده صح بالنسبه لكم هنا؟ هو دلوقتي البيعه هنا زاد، يعني التاجر بيقول معاه 100 جنيه بيجي انت تقول 200 ده يقول 300 ده بيقول 400. صاحب المركب لو السعر ما جابش اللي بيجيبه في مصر طلعوا مصر واحنا نموت ونرفع مصر واحنا نموت. كل ده يقول على بلطجيه فكل ده برضه يقول على عفشاجي يا عم الحاج. هو عفشاجي ايه؟ ايه يا عم